ليس بيننا وبين أمانينا إلا دعوة مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما في الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. أن الدعاء يجمع بين العبادة القلبية والعبادة الظاهرة، والدعاء من أيسر الأمور على المسلم ومن أعظمها عند الله، ثم من أعظمها أثرا على المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهم أمور العبادة التي خلقتم لأجلها هو دعاء الله سبحانه وتعالى. أن أعظم سبب لاستجابة الدعاء أن يخلص لله سبحانه وتعالى، أن تستشعر أنك تناجي الله عز وجل. إيش معنى تناجي الله؟ يعني تكلم الله سبحانه وتعالى. أستشعر أن الله يسمعني، أن الله يراني، أن الله معي، أن الله يحيط بي، أنني محتاج إلى الله عز وجل، أنني مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. إحسان الظن بالله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إيش تظن بالله؟ تظن أن الله عاد بيعطيك؟ سيعطيك. أصلا لا يمكن أن الإنسان يدعو الله عز وجل إلا إذا قام في قلبه إحسان الظن بالله عز وجل. إذا عرف الإنسان أن الله عز وجل بيده كل شيء سيسأل الله من كل شيء. إن كانت حاجتك عظيمة فالله أعظم، وإن كانت حاجتك كبيرة فالله أكبر، وإن كانت حاجتك كثيرة فالله أغنى، وإن كنت لا تستحق لكن الله عز وجل لكرمه سيعطيك. أنت كيف دعيت؟ دعيت حينما وفقك الله عز وجل للدعاء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء وفقت